التي كانت تحدثنا عن الشرف وكانوا يحدثوننا عن الفضيلة بينما كانوا يمارسون الخيانة بمنتهى الإخلاص والشرف. الآن الرسالة واضحة: كرة القدم الإسبانية لا ولن ترحب بوجود الفاسدين بين أنديتها. تخيل فقط أن تطاردك سمعتك السيئة في كل ملعب تزوره وأنت تنبذ أخلاقيا من قبل الجميع. عزيزي، هي أشياء لا تباع ولا تشترى، وأنا من وجهة نظري لا أرى المحاكمة صعبة. القاضي شخص عادي والمدعي العام نستطيع تجاوزه لأن لدينا رشاوي كثيرة ومحامين أقوياء. ريال مدريد طالب بسحب ألقاب برشلونة في حالة تم إدانتهم وإعطائهم للريال حتى لو كلفهم ذلك تقديم رشوة هم أيضا لرئيسهم طيباس. انتهت كل حلول ريال مدريد بالتتويج بأي لقب هذا الموسم. الأمر كله متروك للفيفا أو طيباس رئيس لجنة الليغا. وفي حالة نزول برشلونة لدور الدرجة الثانية نتمنى منهم أن لا يقلقوا، فنادينا العريق ريال بيتيس بحاجة ماسة لمشجعين جدد، ويمكنكم الانضمام لنا لتشجيع المارد الأخضر معنا. برشلونة دفع $1,400,000 رشاوي للحكام خلال موسمي 2016 و2018، وريال مدريد دفع نفس هذا الثمن في مباراتين فقط، والتي جمعتهم أمام البايرن في الذهاب والإياب عام 2017. وأراد ريال بيتيس أن يخوض طريق برشلونة والريال وأن يقوم برشوة الحكام لمساعدته على احتلال أوروبا، فتراجع عن قراره بعدما وجد نفسه لا يملك فلسا واحدا وعليه ديون تصل لأزيد من 500 مليون يورو لم يدفعها بعد. وقد أعلن نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني إنريكي نيغريرا الذي أعطته البارسا رشوة أنه مرض بالزهايمر ولا يعلم ما حدث في ذلك العام، وأشك أن المدريديين قد دفعوا له أكثر ليحرموا بيتيس من تحقيق الأمجاد. الزوجة الغير الصالحة ريال مدريد بعدما كانت تدعم زوجها برشلونة ليخرج من أزمته، قام أبو مدريد فلورنتينو بيريز برفع دعوة رسمية على برشلونة، وقال في ملفه أن البارسا تقوم بإلحاق ضرر لريال مدريد بسبب شرائها للحكام. في حالة تم تأكيد تقاضي الحكام رشاوي من برشلونة سيتم هبوط النادي الكتالوني إلى الدرجة الثانية وسحب لقبي الليغا عام 2016 و2018 منها، كذلك سحب الكرة الذهبية التي فاز بها ميسي وإعطائها لرونالدو، وسحب كأس العالم من الأرجنتين ومنحه البرتغال. وبهذه ستكون نهاية أعظم لاعب في التاريخ.